مواليد برج الحوت، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا من الفيديو اللي فات. برج الحوت النهارده ان شاء الله هنعمل القراءه ليك للنص الاول من شهر سبتمبر عام 2023، والقراءه دي هتكون عامه. القراءه العامه هتقولي فيها ايه يا مونيكا؟ هقول لكم يا جماعه، هنتكلم بقى عن المال والصحه والعمل والاسره وجزء صغير من العاطفه، بس في نفس القراءه هنتطرق للقراءه العاطفيه، هي هتخص عزاب مرتبطين منفصلين كراش. تمام. قبل ما نبدا بتمنى منك تعمل لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه تواصلوا على الواتساب الموجود في صندوق الوصف، هترد الادمن تفكم بكل التفاصيل. بالنسبه للقراءات المجانيه قراءتكم بتقع، اكتبوا كومنت كتير قد ما تقدروا بعد ما تعملوا لايك وشير، والفيديو اللي بيجيب على نسبه مشاهده وده البحث معانا على قراءه مجانيه، وان شاء الله تكون او تكوني سعداء الحظ يفوزوا معانا بالقراءه. وتعالوا نسمي بالله ونبدا نوزع اول حاجه الطاقه العامه. بسم الله. بحب الكروت دي، طاقتها بتبقى حلوه جدا. بص، اول حاجه نبدا بالعمل والاموال. بص انا شايفه الطاقه بتاعتك ما شاء الله كويسه، يعني هتطلع من الهم والغم اللي انت فيه، باي وضع انت وحش موجود فيه هتخرج منه يا برج الحوت. برج الحوت انت وشك جميل قوي قوي الفتره دي، ولكن لما بتبص في مرايتك بتشوف نفسك يعني حد تاني، حد حزين، حد مقهور، حد يعني تعبان. فانت محتاج ان انت زي ما قلت لك في الاول تبتدي تنظف طاقتك، هتبتدي ان انت تشوف نفسك انسان جديد. ربنا هيغير لك احوالك يا برج الحوت من حال لحال، وعليك بالدعاء، لان الدعاء بيغير الاقدار بشكل كبير. مش معنى كده ان انت حظك قليل ولا حظك وحش، لا، انت حظك حلو جدا، وهيكون النص الاول من سبتمبر افضل بكتير جدا، افضل من النص التاني. حاول تشتغل على قد ما تقدر، زي ما قلت لك، تعبان اشتغل، زعلان اشتغل، لان عندك يعني بصوا الايام دي فرصه مش هتتعوض تاني، انت بعد فتره مش هتعرف تعوضها. فعندك الفتره دي فرصه ان انت تجمع اموال كويسه جدا يا اصحاب برج الحوت. بالنسبه للعمل عندك تصاعد ما فيهوش تراجع، عندك سفر عملي للبعض. بالنسبه للاموال فانا شايفه ان في امان بصراحه، يعني الدنيا حلوه جدا. حتى الوضع هنا انا شايفاه في امان بشكل كبير. كمان انا شايفه ان انت عندك انفراجات حلوه ما شاء الله، هتسمع خبر حلو قوي يخص شيء قانوني الفتره اللي جايه. كمان بالنسبه للدراسه عندك نجاح دراسي ما شاء الله، بس نقلل توتر شويه. برج الحوت انا شايفه ان انت وقعت وقعه جامده قوي، وقعه كانت قويه جدا، طوط من الظهر بمعنى الكلمه، ولكن قومت نفسك بنفسك وهترجع احسن وافضل من الاول. اللي فات في حياتك كان مزعج جدا، ولكن فكر في اللي جاي، لان ان شاء الله باذن الله اللي جاي هيكون احسن. شايفه ان في شيء جديد هيحصل في حياتك، وشايفاك ان انت داخل على فرحه كبيره. برج الحوت انا شايفه اللي حصل وراك وراك، حاول انت تقرا في كتابك وعليك بالاذكار. والاذكار دي في الصباح والمساء. تمام. الناس بتزعل لما بقولك حسن نفسك، كان حسن نفسك معناه ان انت تقرا قران، معناه ان انت تقرب لربنا اكتر، صلي، ان انت تقول ده معناها ان لما اقول لك حسن نفسك او حد يرقيك مثلا، ده اللي انا اقصده على فكره. مش كلمه وحشه او عيب بصراحه يعني. بص انا شايفه ان انت خدت خطوه اتسرعت فيها، ولكن هي خطوه صح جدا، والخطوه دي لصالحك جدا على فكره، فما تقلقش فيها. هي خطوه سريعه كده يا برج الحوت عملها ومقلق، بس انت خطوتك صحيحه جدا يا برج الحوت. في شيء انت بتعمله او بتفكر فيه، ولكن مش وقته. يعني زي ما اقول لك ايه، لما تيجي تقول لي مثلا تعالي يا مونيكا نجيب تكييف، اقول لك ايه مش وقته دلوقتي، يعني لسه الوضع ما يسمحش مثلا. بصوا انتوا فاهمين انا اقصد ايه؟ يعني في شيء اصحاب برج الحوت بيعملوا مش وقته اساسا، مش ده الوقت بتاعه اصلا. يعني بلاش تتسرع في اي شيء، ما تاخدش قرار جذري في اي حاجه الفتره دي يا برج الحوت. برج الحوت انت عاملت اللي حواليك بطبيعتك بشكل كبير، وعندك صفه يمكن تكون حلوه بس سيئه في نفس الوقت، ان انت ما بتعرفش تكذب او ما بتعرفش تكون مزيف. وناس كتيره خسرتهم بسبب طبيعتك.
ولكن يا برج الحوت هتتفاجأ بكرم ربنا ووجود ناس بتظهر في حياتك تحلي دنيتك بشكل كبير. يعني ربنا بيعوضك، الناس اللي خرجت من حياتك الناس السيئة دي ربنا بيعوضك بناس أحسن منها بكتير جدا يا أصحاب برج الحوت. فما تزعلش على حد خرج من حياتك، إذا كان صديقة أو قريبة ما تزعلش، لأن اللي جاي هيكون أفضل بشكل كبير جدا. شايفة كمان إن في رسائل رايحة جاية تخص أموال أو كلام على شغل. طيب طب خلينا نشوف المتزوجين أو المرتبطين. اللي أنا هقوله ينطبق على المتزوجين ينطبق على المرتبطين. أول مكتوب كده هم، بس نشيل الكروت دي. تيجي هنا بس الكروت وقعت، الكروت بتقع. زعلان. بصوا يا جماعة، انتبهوا من أشخاص بتتدخل في حياتك يا برج الحوت بشكل كبير علشان تخرب، عشان تدمر الدنيا. انتبه جدا من الأشخاص دي، يا إما الأشخاص دي يعني تبع الحبيب يا إما تبعك أنت. لأن ممكن تكونوا متزوجين وحد من الأقارب مثلا يعني حد من العيلة هنا أو هنا بتتدخل في العلاقة، ممكن تخرب العلاقة بشكل كبير. وفي كارما على فكرة. يعني معنى الكارما ان هو يعني كمدودين تدين على فكره. يعني انت لو عملت حاجه وحشه في الشخص ده هتترد لك بشكل كبير، ولو هو كمان عمل فيك حاجه وحشه هتترد له في الدنيا على فكره مش في الاخره. هي دي الكارما. ففي كارما رايحه لحد فيكم على حسب مين فيكم اللي ظلم التاني او عمل حاجه مش مظبوطه للشخص التاني. من الواضح ان الحبيب مشيلك مسؤوليه كبيره او مسؤوليات كتيره قوي في حياتك. يعني انت مثلا ممكن تكون اتخلقت من الشخص ده، فانت بتقول كده كده انا شايل مسؤوليه، شايل كل حاجه، ده انا راح اشيلها لوحدي واسيب العلاقه دي. والكلام للبعض مش للكل يعني. ده بنشوف المنفصلين كده. بصوا واضح ان البعض منكم مش عايز يرجع ورافع سيفه واخد قرار انا مش راجع. ممكن الشخص ده يكون عنده طرف ثالث، يعني بعد ما سابك راح يعرف حد تاني، وفي منكم بيقول انا مش راجع تاني. بس انت في نفس الوقت يعني لو لقيتي امراه وقاعده في بيت اهلك شايف ان انت ايدك متربطه عادات وتقاليد بقى، انت مطلقه ما ينفعش تمشي كده ولا تروحي هنا ولا تيجي هنا. فالنقطه دي خانقاك جدا لو انتم منفصلين، يعني لو حصل طلاق مثلا ما بينكم. ولكن انا شايفه برضو البعض الاخر في رجوع، شايفه ان في يعني رجوع في ارض بيتك. انت كنت بتقول مستحيل، ولكن مستحيل هيتحقق يا برج الحوت. نسب الرجوع انا شايفاها اعلى بكتير جدا من نسب الناس اللي خلاص مش هترجع مره ثانيه. يعني انا شايفه ان في امل كبير جدا ان اصحاب برج الحوت هيرجعوا مره ثانيه. بس برضه في نفس الوقت في منكم رافع سيفه وقرر ان هو يعيش سنجل، واللي هو انا مش عايز علاقات عاطفيه تاني، انا هعيش لوحدي، هعيش لنفسي، انا مش عايز حد في حياتي. تمام. يعني في منكم مكتفي بنفسه وبس، يعني باصص كده بصه فيها حزن على اللي حصل له، بيقول لا انا مش هعمل اي حاجه تاني في حياتي غير ان انا مثلا اشتغل، وان انا مثلا لو عندي اولاد اربيهم وهكذا بس. او انت سبت علاقه ومش عايز ترجع لها مره تانيه وعايش لنفسك وبس. تمام. بالنسبه للعزاب شايفه هنا حاجه لطيفه جدا، هي كمان مربوطه، يعني في خيط كده واصل ما بين العزاب والمنفصلين. يعني العزاب والمنفصلين في خيط رابط ما بينهم كده، في شيء قدري على فكره. والشيء القدري ده يحصل للعزاب وللمنفصلين. مع ان انت شايف الدنيا فيها ضبابيه والامور مش قد كده، ولكن الدنيا هتديك فرصه تانية استغلها بشكل كبير. يعني في شخص جديد دخل في حياتك اصحاب برج الحوت للعزاب والمنفصلين، في شخص جديد داخل في حياتك. معانا نشيل الكروت دي دلوقتي. نبتدي القراءه العامه، وده لو ما انطبقش على المرتبطين او العزاب او المنفصلين اسمعوا الطاقه العامه دي لانها تخصكم. يعني
اول حاجه هناخد طاقه اصحاب برج الحوت. احنا هنوزع مش هنتكلم عشان في اذان بيأذن. الحبيب، نحط التحليلات. بص يا برج الحوت، من واضح ان انت شغال على نفسك كويس جدا جدا يعني، وامورك كلها ماشيه كويس قوي. عارف يا برج الحوت الطاقه بتاعتك هنا وكأن في بدايه اتقلبت نهايه، في شيء حصل عاطفي يا برج الحوت مش مظبوط. يعني انت كنت داخل على فرحه قويه قوي وفجاه الفرحه اتحولت لحزن كبير جدا وعميق جدا. يعني شايفاك انه كانك زاهد الحياه بشكل كبير، مفيش حاجه بتفرحك ولا حاجه بتبهرك اصلا. انت اتغدر بيك غدر مش كويس يا برج الحوت، اتظلمت، اتلعب بيك لعبه مش كويسه. شايفاك ان انت كاتم في نفسك وساكت ومنعزل وبتفكر كتير وبتبكي بشكل كبير جدا، وانت ما بتتكلمش اصلا لانك انت ما عندكش الصديق الوفي اللي هيستر على كلامك. المقربين مش فاهمينك، علشان كده ساكت ومنعزل الجميع، حتى تتجنب اي مناقشات. انت حاليا شايفاك ان انت في مرحله بقى اللي هو ايه، التخبط بقى، اللي هو ايه، بتخبط كده مش عارف يعني، حذاري تبتدي علاقه جديده خالص. لو هيجيلك مين، لو هيشيل نفسه، اوعي اياك يا برج الحوت، اوعي تبتدي علاقه جديده. ليه بقى اياك يا برج الحوت؟ لان انت في الحاله دي اسمها حاله التخبط. انت مش عارف كويس جدا انت بتعمل ايه، انت مش عامل استشفاء. بلاش ترتبط لمجرد وجود شخص جديد في حياتك او شخص يسد فراغ، اكبر غلط صدقني. لازم تخلص استشفاء وبعد كده ارتبط براحتك. برج الحوت انت في حاجه بتفكر فيها ومش قايل عليها لحد خالص، حاجه في السر كده، يعني حاجه سيكرت مش معرف حد بيها. زي ما قلت لك انت بتفكر في، او انت زعلان مش باين لحد خالص اي حاجه. شايفاك ان انت واخد موقف قوي جدا من الشخص ده ورافع سيفك عليه قوي ومديله ظهرك. كان في تدخلات او في طرف ثالث تدخل في العلاقه، والشخص ده مثلا يا تدخلات من الاهل مثلا لو انتم مرتبطين، او هو مثلا خان، او لكن العلاقه دي كانت علاقه رايحه للزواج على فكره. يعني انتوا كنتوا مرتبطين وبتتفقوا هنعمل ايه وهنتزوج وهنسمي اولادنا ايه يا اولاد وهنعمل ايه كده، حاجات كتيره قوي، والبدايه اتقلبت نهايه. ده للاسف يعني. طب تعالى كده نحط كروت الشخص التاني كده ونشوف اخباره ايه. بسم الله. هو الشخص ده وهو يعرفك مثلا، عارف حد وهو يعرفك اصلا، يعني انتوا مرتبطين مثلا وفي طرف تالت تدخل، والطرف التالت ده حد عرفه وكان بيتكلم معاه، وبعد كده قال لك مع السلامه، باي باي، شكرا، انا كده خلاص مش عايزك. او الشخص ده دخل العلاقه معاك يا برج الحوت وهو في الاساس كان مرتبط، يعني هو اساسا كان معاه حد. تقولي تحت في الكومنتات انت اللي عارف قصتك كويس، وممكن يكون كان داخل لمصلحه معينه، وعشان كده كان مخبي الطرف الثالث، او كان ممكن يكون متعدد العلاقات فخبى عليك الطرف الثالث ده، ولما خد مصلحته خلاص انسحب ومشي. بس الاكيد هنا ان هو يعني داخل يلعب، يعني هو عارف حد سابك علشان خاطر حد مثلا. ما تفتكرش الشخص ده مش تعبان على فكره يا برج الحوت، الشخص ده كمان هو تعبان جدا. شايفاه اساسا يا برج الحوت الانهيار ده ممكن يكون هو ساب العلاقه ومشي.
ولكن الانهيار ده داخلي، يعني من الشخص ده. يعني واضح ان انت هو دخل كذا علاقه عاطفيه وكانت غير ناجحه بالمره، بس هو حاليا في حد بيتكلم معاه. يعني الحد ده بقى صديق، حد عارفه، حد مثلا بيقرب منه الفتره دي، في حد هو بيتكلم معاه. بص، هو في خيانه من الاخر، يعني في خيانه حصلت في العلاقه دي، بس البعض ما يعرفش عنها حاجه على فكره. في بعضكم مش عارف ان هو اتخان اصلا، بس الاكيد اللي انا شايفه ان في طرف ثالث، في خيانه حصلت في العلاقه دي. الوقت اللي اتغير عليك فيه يا برج الحوت، وكنت تتصل تلاقيه ويت وما يردش عليك وكده، او تلاقيه اونلاين ومش راضي يكلمك مثلا او ما بيكلمكش، فهو ده الوقت اللي كان بيخونك فيه. انت كنت شاكك طلع في محله على فكره. علشان كده بقول انت في علاقه، يعني بصوا سوا مع الشخص ده. الشخص ده مادي ونرجسي للاسف، عنده ادمان كمان، مدمن على العلاقات المحرمه، عنده علاقه غير شرعيه، والشخص ده خدعك، استغل طيبتك بشكل كبير، وانت اشتغلت على العلاقه دي وعملت كتير قوي في العلاقه دي يا برج الحوت، كتير قوي قوي، ولكن للاسف وهو ولا قدر ولا احترمك. مشاعر الشخص ده اتجاهك يا برج الحوت رغم كل المساوئ اللي انا شايفاها، بس انا شايفه البطاقه هنا، يعني والبطاقه بتاعني ان في عاشقان هنا، في حب، في بس هقول لك ايه بقى ازاي الحب ده، يعني هقول لك طريقته في الحب ازاي. انت بالنسبه للشخص ده يعني غير اي علاقه دخلها، تمام؟ يعني انت بالنسبه له شيء نادر، لانك انت ما بترضاش بالغلط اساسا، وكنت حاطط حدود في العلاقه بينك وبين الشخص ده بشكل كبير. يعني انت اصلا يا برج الحوت مش زي اللي هو يعرفهم، انت كنت شخص نادر بالنسبه له، شخص كويس جدا، بس طبعا هو كل ده ما قالكش عليه فكان مخبيه، فاكيد ما قالكش في العلاقه انت شخص نادر او شخص مش، يعني هو اكيد كان مخبي كل الكلام ده. حتى وانت بتسمعي دلوقتي هتقولي لي لا يا مونيكا مش كده خالص، ما شافنيش كده، او الشخص ده كان معاملته صعبه او بس انا شايفه ان هو كان شايفك شخص نادر، ده اللي جواه. انا بقول لك جواه ايه الشخص ده. الظاهر يا برج الحوت غير الباطن عنه، ده الظاهر وده الباطن. بصوا الدنيا عامله ازاي، انهيار داخلي، الشخص ده زعلان جدا يا برج الحوت، تمام، ومتضايق جدا جدا، وده الباطن بتاعه، يعني مش ظاهره لحد اساسا، ظاهر السعاده، ظاهر ان هو تمام، ان هو كويس كده، ده الظاهر بتاعه. الشخص ده يا برج الحوت عارف كويس جدا ان هو ظلمك، وعارف وعنده كمان تأنيب ضمير طول الوقت. يعني تأنيب الضمير ده مش سايبه في حاله، بيفتكرك في كل وقت وفي كل لحظه، مش قادر ان هو يتناساك اساسا. اللي تعب الشخص ده انه حاسس ان اللي حواليه مش حابينه اساسا، وكأن اللي حواليه عارفين عشان مصلحة مثلا، علشان خاطر شيء معين، ولكن محدش عارفه علشان خاطر ان هو بيحب، او حد بيتصل يطمن عليه عشان بيحب مثلا، ولا علشان خاطر المصالح، لا، والمصالح اصلا بتتصالح عارفينها طبعا. فالاكيد ان برج الحوت انت كنت الشخص الوحيد اللي ما كنتش عايز حاجه من الشخص ده، بالعكس انت كنت بتساعده كمان، انت كنت بتكلمه علشان تطمن عليه بجد، انت كنت بتخاف عليه بجد، انت الوحيد اللي قلبك على الشخص ده. علشان كده انا حاسه معاك، ما حسوش مع غيرك، حتى مع اسرته، يعني ما حسوش اساسا. البعض منكم لو انتم متزوجين، مش عايزه برضو ارمي الطرف الثالث خيانه، لو انتم متزوجين ممكن يكون ده تدخلات من الاهل، ولو انتم مش متزوجين ممكن يكون تدخلات من الاهل مش موافقه على الزواج ده، فهنا الثلاثات هنا بتوعني كتير قوي. اللي هيحصل في العلاقه دي يا برج الحوت، لو انتم متزوجين انا شايفه ان انتوا على حافه الانفصال، ومش في مصلحتكم الانفصال انتوا الاثنين على فكره، يعني راجعوا نفسكم. اما بالنسبه للمنفصلين اللي كانوا متزوجين وحصل انفصال، ففي بنسبه كبيره جدا رجوع علشان الشخص ده بيحبك قوي، تمام؟ فده لو العلاقه دي عاطفيه مثلا، علاقه عاطفيه بتحبوا بعض، بنسبه الرجوع هتبقى ضعيفه شويه، ضعيفه على فكره. بس
بكده نكون خلصنا القراءه بتاعتنا يا برج الحوت. اتمنى القراءه تكون طبق عليكم، بتمنى منك لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه اتواصلوا على الواتساب الموجود في صندوق الوصف، هترد الادمن تفيدكم بكل التفاصيل. بالنسبه للقراءات المجانيه اكتبوا كومنت كتير قد ما تقدروا بعد ما تعملوا لايك وشير، والفيديو اللي تجيب على الليست المشاهده هو بيحصل معانا على قراءه مجانيه، وان شاء الله تكون او تكوني سعداء الحظ تفوزوا معانا بالقراءه. واشوفكم على الفيديو ده على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.